السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الجوافة، هنخزنها مع بعض طول السنة من غير ما تسود ومن غير طعمها ما يتغير، وفي نفس الوقت هنعمل العصير بمنتهى السهولة. يلا بينا مع بعض على طريقة سهلة جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة. دي جوافة مغسولة ومتقطعة اربع تربع، او متقطعة زي ما انت عايزة كبير. بالبذر بتاعها مش هشيل البذر، وهحط ليمون اي كمية، هقطعها شرايح بالشكل ده او قطع، واحط برضو كمية سكر حلوة كده، واقلب كله مع بعضه، واجيب اكياس التلاجة واعبيهم حسب ال الكمية اللي انا بحتاجها، على قد يعني الكمية اللي انا بطلعها كل مرة. حتى لو عبيتها في كيس كبير بتخبطيها خبطتين كده بتلاقيها مفرعة كلها عن بعضها. يعني لو انا مثلا عايزة كمية صغيرة من الكيس وكيس فيه كتير، تقدري تخبطي خبطتين كده عليهم مجمد، هيفصل على طول، وتطلعي منه زي ما انت عايزة، بيكون زي الحجر كده. خلاص، هعمل ايه كذا كيس بالشكل ده حسب الكمية اللي انت عايزاها، وخزني زي ما انت عايزة. والعصير بنفس الطريقة، ليمون على جوافة، بيبقى تحفة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الجوافة، خلق البذرة وخلق اللحم بتاعها، والاتنين أكيد ليهم فايدة مع بعض، يعني ما ينفعش ده يستغنى عن ده. فعشان كده لما بنفصلهم عن بعض أو مثلا نشيل البذر، أكيد يعني بحرمنا نفسنا من فايدة تانية خالص. والعصير معانا صفيناه بالشكل ده ومنتهى السلاسة وجميل جدا. تقدري تعملي برضو الجوافة مع الرمان، تحفة جدا جدا، بفايدة عظيمة جدا وطعم مختلف جدا. يعني الجوافة مع الرمان أو الجوافة بالليمون، تحفة وطعمها حلو جدا جدا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. لأول مرة تشوفونا، سبسكرايب لقناتنا ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.